لو عندك منتج جديد، شركه جديده، مصنع جديد، او حابب تعمل ريبراندنج او حابب تعمل براند جديد لشركتك او منتجك، استنى بعد الفيديو ده ممكن تغير رايك على اللي انا هقوله. مين عالم؟ فاكرين الراجل ده لما راح للجرافيك ديزاينر في المسلسل وقال لها انا عاوز صورتي تبقى على المحل من بره وابني طالع من فاكهه؟ طب فاكرين جوني لما قرر يفتح محل كشري زي ابو طارق وطلب ان صورته تبقى من بره على المحل؟ كل ده يا عزيزي في عالم التسويق احنا بنسميه براندنج. براند هو هويه بصريه انت بتختارها عشان العميل او الزبون يبقى فاكر شكل المحل بتاعك او شكل المؤسسه بتاعتك او شكل الهويه بتاعتك. ومن اشهر العلامات ديت هي الكي اف سي، خواجه كنتاكي. خواجه كنتاكي كان من اول البراندات اللي حطت صورتها على المنتج بتاعها، وده عطى ثقه كبيره جدا للعملاء او للجمهور المستهدف بتاعه ان هو يروح للمكان بتاعه. عطى ولاء، حاجه كده زي ما تبقى عارف كريم وشايف صورته ورايح تاكل من عنده وانت مطمن ايا كان بتاكل ايه، بس انت مطمن للاكل بتاعه. ده بالظبط اللي عمله الخواجه كنتاكي. وكذلك عملوا بابا جونز. بابا جونز العلامه التجاريه اللي احنا شايفينها دلوقتي بالاسم بس هي كان من الاول اسم وصوره بابا جونز، ولكن بعد ما حصل خلافات بين الورثه بتاعه شالوا صورته وحطوا اسم بس بابا جونز كان من اهم واكبر العلامات التجاريه اللي ليها صوره على البراند بتاعها. ولو هنتكلم في النقطه دي عمرنا طبعا ما هننسى البراند المصري ابو طارق. ابو طارق براند، ابو طارق من ضمن اشهر 100 براند لوكال على العالم. اشهر محل او من ضمن اشهر 100 محل بيقدم اكل شعبي حول العالم ابو طارق. وده ابتدى من البراندنج بتاعه، الصوره العاديه خالص اللي هو حطها على المحل بتاعه، وهو ما يعرفش ان الصوره دي تبقى هي دي البراندنج، الهويه البصريه. انت رايح تاكل وانت حاسس ان انت تعرف الراجل ده. وده يا عزيزي تلقائيا بيخليك كل ما بتشوف الهويه البصريه بتاعه البراند المفضل ليك بتبقى خلاص بتحس بالانتماء للمكان. وده اللي بيعمله بالظبط الهويه البصريه للبراندنج. وانا هنا مش بعمل اعلانات لحد، ولكن انا بحب اقول لك قبل ما تعمل اي هويه بصريه للمنتج بتاعك او قبل ما تبتدي اي مشروع، حاول تفكر انت عاوز تروح فين. حابب تبقى براند كبير والناس كلها عارفاه، تعمل هويه بصريه وتختار الالوان المحدده. الالوان دي هنتكلم فيها بعدين. واوعى تفكر ان انت تعمل هويه بصريه كده وخلاص، لا، لكل هويه بصريه ليها جمهور مستهدف، لكل فئه ليها هويه بصريه. انت ممكن تبدا براندنج قبل ما بتبيع، بس ما ينفعش تبيع من قبل ما تعمل براندنج. وده يا عزيزي كانت لمحه بسيطه كده حول البراندنج والعلامات التجاريه المشهوره. سلام.